السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم أحبة المتابعين؟ إن شاء الله تكونون بخير يا رب. اليوم راح أسوي لكم كباب طاوة. طبعا طلبوه من عندي الأعضاء المتابعين بالقناة. المكونات هي عندي هنا نص كيلو لحم عجل مثروم وياه شحم شوية. عندي هنا هذا كمية الكرفس تقريبا أقل الكوب. عندي هنا طماطة كبيرة فرمتها ناعم، وعندي هنا حبة بصل كبيرة برشناها برش، وعندي هنا نصف ملعقة ملح ونصف ملعقة كركم. وراح هسه اخلط جميع المواد ان شاء الله تشوفون شغلتها سهلة. نضيف الطماطة، نضيف البصل. هذا البصل من اللي تبرشونه اريد المي بيه يظل، يعني لا تنشفونه من المي. نضيف الكرفس، نضيف الملح، طبعا يطلع كلش طيب هذا النوع من كباب الطاوة. هسه اضيف طحين. هذا الطحين عندي تقريبا نصف كوب، راح اديره كله. ان شاء الله اكمل عجن وارجع لكم. وهسه احبتي رجعنا لكم على فقرة القلي. تخلون هنا شوية مي بطاسة يمكم، تاخذون مي هالشكل، تبلل ايدك وتاخذون عجينة يعني الحجم اللي انتم يعجبكم هالشكل. يعني بعد ترتيبكم انتم، ولا تخلونها حيل ثخينة حتى ما تطلع عجين. ونزلها بالزيت. وهاي راح اسوي لكم الثانية. هالشكل. وراح نكمل ان شاء الله ونرجع لكم. وهنا احبتي رجعنا لكم بعد ان كمل عندنا كباب الطاوة. طبعا وما اريد اقول لكم كلش طيب ما شاء الله تبارك الرحمن. وطبعا للامانة ضفنا له طحين زيادة لان شفناه اثناء القلي ما تماسك. فالطحين يعني كوب طحين، وراح اذكره لكم بصندوق الوصف ان شاء الله. واللي اول مرة يدخل على قناتي ويشوف هذا الفيديو لا ينسى يسوي اشتراك ويفعل الجرس، ولا ينسانا من اللايك، ولا ينسانا من الدعاء. مع تحياتي لكم، انا اخوكم عبد الله العنزي، مع الف سلامة.